السلام عليكم، مرحبا بكم وصفة جديدة من وصفات شيوات نوعة مع بشرى. 8 كيسان ديال الدقيق خرجيها الطبيلة كاملة متنوعة. اما بالنسبة لهاد الكيش ما طيبيش الحشوة، غديري لي كيش العجينة وديري كلشي في خطرة وحدة وتدخلي الفران، كلشي غادي يطيب في الفران بطريقة سهلة وغادي تنال الاعجاب ديالكم ملي غادي تجربوها. اما هاد الخبز بانيني حتى هو معمر بحشوة كتجي لذيذة بزاف، وغادي نخرج منه حتى هاد الميني باكيت، يعني عجينة وحدة خرجت منها هاد الكمية كاملة وطريقة سهلة وبسيطة. نخليكم مع الفيديو طريقة التحضير وفرجة ممتعة، وتبعوا معايا الفيديو باش تعرفوا الطرق كيفاش غادي نعطيكم واحد الاختيارات. بسم الله على بركة الله. هنا في المقلاة استعملت واحد الكمية ديال البصل، غنضيف عليها شوية ديال الزيت، ومن بعد غادي نضيف عليها واحد شوية ديال الابزار وكذلك الملحة. غادي نخلط هاد البصلة حتى تشحر مزيان، تشرب شوية مع العطرية. من بعد غادي نضيف عليها واحد جوج قرع اخضر يعني متوسطين محكوكين، وكذلك 3 حبات ديال الجزر حتى هو محكوك. كنعطيكم حتى القياس ديال الحشوة اللي استعملت. من بعدها غادي نضيف بالنسبة للتوابل غادي نضيف مع غير التحميرة وبودر ثوم، وغادي نضيف هاد القزبر اليابس. الا ما كانش متوفر عندكم استعملوا القزبر المعدنوس اللي كيكون عندكم في المجمد. غادي نخلط هاد الخليط مزيان ونخلي الخضره حتى طيب. من بعد ما طابت غنطفي على البوطه وغنستعمل جوج حبات ديال الفرماج، اي جبن متوفر عندكم لان الجبن كيزيد يعطيها واحد التعليكه. ومن بعد غادي نستعمل واحد الكميه ديال الكاشير، المذاق ديال الكاشير جا الخبز بانيني خطير في المذاق ديالو. جربوا هاد الطريقه ديال الحشوه. بالنسبة للعجين 8 كيسان ديال الدقيق، يعني 800 غرام ديال الدقيق. غنضيف عليها واحد ملعقة ونصف ديال الزبدة. من بعد غناخد الزبدة مع الدقيق، غنحاول انني نرملهم مزيان حتى تشرب هذيك الزبدة مع الدقيق. من بعد غادي نضيف ملعقة صغيرة ديال الملحة. بالنسبة لهاد الكاس، فيه كاس لاروب ديال الماء دافي، ضفت فيه ملعقة وربع ديال الخميرة الفورية وملعقة كبيرة ديال السكر سنيدة. كتبقى الخميرة على حساب الجو. وغنضيف نصف ياغورت طبيعي يعني بدون سكر. هاد العجينة غادي نشارك معكم عجينة ساهلة ودغيا كتوجد، ما كتهاش لكم الوقت كثير. صافي غادي نجمعها بالماء دافية وغادي نحاول انني ندلكها مزيان كيولي القوام ديالها بحال هكا، ما قاصح ما خفيف. غادي ندهنها بالزيت ونغطيها ونخليها حتى تخمر يضاعف الحجم ديالها. يعني هاد الفطور كي قلت لكم راه دغيا غتوجدوه، ما كيهش لكم الوقت بزاف. صافي غنخليها تخمر وغندوز ناخد الحشوه ديال كفسه خضراء. غادي نضيف ليها شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار وشويه ديال التحميره. بالنسبه للكفته على حساب التوابل اللي كتبغوا نتوما في الكفته. غادا نخلطها مزيان حتى تشرب هذيك العطريه جيدا. ومن بعد غادي نستعملها كويرات يكونوا غير صغار ماشي كبار بزاف. العجين هي هادي من بعد ما خمرت بضعف الحجم ديالها غادي نحاول انني نحيد من الهواء، وغنهز منها غير واحد الكره يعني صغيره على حساب المول اللي عندي انا ديال الكيش. اللي عندكم نتوما شي مول كبير اللي غيدخل لاطا، يمكن لكم تقسموا العجين على جوج. الطريقه هذه ديال الكيش راه كتجي رائعه حتى في المذاق ديالها وفي الشكل ديالها، وساهله ما تتهش لكم الوقت بزاف. عندي انا هاد المول دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق باش ما يتلصقش. صافي غادي نحاول نجمع العجينه بحال هكا وغادي نسرحها بالمدلك، ونحاولوا اننا ننتبهوا للوسط ديال العجين ما يكونش غليظ. اما بالنسبه للجوانب غادي نحاول انني نقطعو نحيدو. صافي غنحاول انني نهزها بالمدلك، ضروري باستعانه الدقيق باش ما تلصقش لكم فوق صفحه العمل. الطريقة اللي غنوريكم أنا ديال هاد لي كيش كيفاش تستعملوا في المول طريقة مزيانة، ما تحتاجوش أنكم حتى في أي نوع ديال لي كيش تستعملي ليهم. بالنسبة للفول أو الحمص كتحاولوا أنكم تجروا العجين تدخلوها للوسط وتجبدوا الجوانب ديالها، وفي الآخر كتوركي بالأصابع على الجوانب. غادي نخلي الفيديو باش تشوفوا معايا الطريقة. كنحاول أنني نضغط بالإصبع بهذه الطريقة، وفي الأخير راني حتى ناخد الأصبع كنقرص ديك العجين من التحت. ضروري تقرصوها من التحت
باش ما تنفخش لكم العجين من التحت وتولي الحشوة طالعة الفوق، كتبقى الحشوة في بلاصتها، وكيجيكم هاد العجين ديال الكيش كيجيكم هو هذاك، ما كتجيكمش العجينة من التحت غليظة بزاف. بالنسبة للجوانب إلا بقى لكم شوية ديال العجين خاصة، كتحاولي تقطعي شوية ديال العجين وكديريها في الجوانب باش كتجيكم يجيكم الإطار هو هذا. هذه هي الطريقة اللي قلت لكم أنا، كتقرصوا العجين بحال هكا، أي اللي كيشتي العجين استعملوا ليها الطريقة هذه راه كتجيكم ساهلة. صافي البنات العجينة راه باقا خضرة، مباشرة غادي ندير صلصة الطماطم، ديروا ديال البيتزا أي صلصة متوفرة عندكم يمكن لكم تستعملوها، ولكن كثروا شوية صلصة في العجين. فهاد الوقيتة أنا راه شعلت الفران، غندخلها الفران يكون شوية دافي أو سخون. صافي الكبيرات حتى هما ديال الكفتة راه خضرين ما طايبين ما والو، كنحاول أنني نقادهم بهاد الطريقة هذه. وفي الأخير غنستعمل واحد الكمية ديال الجبن، وغنبدا نضيف دوائر ديال الفلفلة. بالنسبة للمطيشة أنا عندي مطيشة الكبيرة قطعتها بهاد الطريقة هذه، اللي عندكم ديك سيغيز طوماط قطعوها على جوج أشكال طول وحطوها كتزيين من الفوق. الطريقة هذه راه جات ساهلة والأهم جات لذيذة بزاف. صافي في الأخير غندخلها الفران تتحمر من التحت، تبان ليا تحمرت. بالنسبة للتوقيت غتهز لكم ساعة تقريبا ديال الوقت. دخلتها على 180 درجة، ولكن أنا عندي الفران ديال الغاز. شعلت على الفران من التحت صافي تتحمرت، عاد شعلت عليها غير واحد شوية من الفوق، ديك الساعة الخضار ديك الكفتة راها طابت. هنا حاولت حيدت ديك العجينة الأخرى اللي بقات، قطعتها كبيرات بهاد الطريقة، سرحتها بالمدلك، درت فيها الحشوة اللي كتجيب الكاشير، يا سلام كتجي لذيذة بزاف ما تشبعوش منها. صافي جمعتها بحال هكا بهاد الطريقة على شكل طريقة ديال الباغيط، وغنحاول أنني ندير لها شوية ديال الدقيق باش ما تحلش، وغادي نقرصها بهاد الطريقة هذه، وغادي نحطها في شي بلاطو فيه منديل ونخليها حتى نكمل كلشي ما تبقى. بالنسبة للحشوة مني غادية تكمل بقات شي كويرات أخرين استعملتهم حتى هما ميني باكيت خاويين. نقدروا نديروا فيهم شي حشوات تخليهم بحال هكا وليدات المدرسة تعمروا ليهم بشي حشوة على حساب المدرسة، يعني كتعطي واحد الكمية كثيرة. ديك الساعة بغيتي تضيفي شي حشوة أخرى يمكن لك تضيفيها. صافي هنا من بعد ما كملتهم بنفس الطريقة بداو كيخمروا، أنا غادية نطيبهم في المقلاة العجيبة اللي فيها هاد الخطوطة. أنا ما عنديش آلة بانيني اللي غطيب ليا ديك العجين، اللي عندكم نتوما آلة بانيني بالأحسن استعملوها، دهنوها بشوية تاع الزيت وطيبوا فيها. أنا غنضيف غير هاد مقلاة العجيب. صافي طيبتها عادية، دهنتها بشوية ديال الزيت، حاولت أنني نقرصها. من بعد غادي ندهنها من الفوق عاوتاني بشوية ديال الزيت، وغادي نقلبهم حتى نكملهم كاملين بنفس الطريقة. ومني باقيت راه بطبيعة الحال غادي ندهنو بالأصفر بيضة، وغادي ندخلو الفران يتحمر حتى هو من التحت ومن الفوق. الطريقة البنات اللي جبت لكم طريقة ديال العجينة وحدة تخرجي من هاد الوصفات، راه طريقة البنات ساهلة وبسيطة، والأهم كي قلت لكم راه هو المذاق. الطريقة هذه ديال البانيني جات لذيذة بنكهة الكاشير، أما الأخرى ديال الكيش راه جات أكثر من لذيذة. صافي كملت معكم دابا الفيديو، نتمنى تجربوها لأن تستحق تجربة. وشجعوني بفضل الله، ولا كنتي اختي ما مشتركاش اشتركي وفعلي الجرس باش توصلي بجميع الوصفات اللي دائما ساهلين وبساط. وشكرًا على المشاهدة، ومرة أخرى تنقول لكم شجعوني بفضل الله وبارطاجوا الفيديو مع الأهل والأصدقاء، وإلى اللقاء. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، وكنتمنى هاد الطريقة اللي شاركت معكم تجربوها لأنها تستحق التجربة وغادية تعجبكم.